السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترقب عشاق المنتخب الوطني لكرة القدم بشغف كبير الكشف عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الجزائر خلفا بالماضي المستقيل على إثر خيبة بطولة كأس إفريقيا بكوت ديفوار. وستكون أمام منتخب الجزائر تحديات كبيرة، بداية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى تصفيات كان 2025. وكشف الإعلام الجزائري حفيظ دراي عن اسم المدرب المرشح بنسبة كبيرة لتولي الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بعد رحيل بن ماضي، ويتعلق الأمر بوحيد حليل وزيتش. وقال دراي: كلفت الخسارة أمام موريتانيا والإقصاء من دور المجموعات لكأس إفريقيا خروج جمال بن ماضي من منتخب الجزائر بعد 5 سنوات كاملة تحت ضغوطات إعلامية وجماهيرية كبيرة جدا. وأضاف: هناك كلام كثير في وسائل الإعلام وبعض المصادر التي تتحدث عن إمكانية عودة وحيد حليل وزيتش إلى تدريب الجزائر فضلا عن الفرنسي هيرفي رينار، وكلام آخر عن مدربين آخرين. وأوضح حفيظ دراي: يبدو أن وحيد حليل وزيتش في أفضل رواق للعودة إلى تدريب منتخب الجزائر في هذا الظرف تحديدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.